السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عاشق ومحب الرابطة المحترف في كل مكان، كل عاشق ومحب الكرة الجزائرية في كل مكان، قبل كل شيء محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد واللايك الجميل، ولو حابب تنضم لقناتنا طبعًا شرف كبير إني أقول لك على الجولة ال14 وبرنامج الجولة 14 طبعًا في مباريات كأس أفريقيا، كل التوفيق للمنتخب الجزائري الحبيب وكل التوفيق للمنتخبات العربية إن شاء الله. البرنامج الجولة ال14 اللي هيستهل مبارياته يوم 26/12/2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا إن شاء الله، مباراة اتحاد الخنشلة ضد نادي القسطنطيني في ملعب عمار حمام بخنشلة في تمام الساعة الثالثة عصرا إن شاء الله يوم 26/12/2025 في المباراة الثانية اللي هتكون مباراة مولودية البيض ضد نادي شبيبة الثورة يوم 26/12 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرا إن شاء الله بتوقيت الجزائر الحبيب على ملعب 20 أغسطس ببشار. مولودية البيض يلاقي شبيبة الثورة. المباراة اللي بعدها تكون مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد أولمبيك أوكبو في مباراة لا تقبل القسم على 2 ملعب الوحدة المغربية ببجاية يوم 27/12/2025 في تمام الساعة الثانية عصرا إن شاء الله. اتحاد العاصمة سيلاقي أولمبيك أوكبو. والمباراة اللي بعدها تكون مستقبل الرويسات ضد نادي برادو أتلتيك برادو في يوم 27/12/2025 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر الحبيبة على ملعب 20 أغسطس الجزائر. مو في يعني كده مباريات الجولة ال 14. المباراة طبعا اللي هتكون معانا مباراة شبيبة القبائل ضد أولمبيك أو أولمبي أو جمعية أولمبي الشلف في مباراة قوية جدا ليه طبعا استعادة الثقة مرة أخرى لشبيبة القبائل يوم 27/12/2025 في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الجزائر على ملعب حسين آيات أحمد تيزي ووزو. مباراة شبيبة القبائل يستضيف جمعية أولمبي الشلف إن شاء الله. المباراة اللي بعدها تكون ترجي مستغنم ضد بن عكنون يوم 29/12/2025 في تمام الساعة الثانية ظهرا على ملعب يعين طبعا يعني كده إن شاء الله الملعب سيعين لاحقا. نجم بن عكنون ضد ترجي مستغنم يوم 29/12/2025 في الثانية ظهرا إن شاء الله. مباراة لا تقبل قسم على 2 في طبعا قمة الجولة مولودية وهران ضد طبعا يعني كده شباب بلوزداد يوم 29/12/2025 في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ميلودي هدفي بوهران. مباراة قوية جدا شباب بلوزداد ضد مولودية وهران. والمباراة اللي بعدها هتكون مباراة لا تقبل القسم على 2 أيضا، مباراة من العيار الثقيل، مباراة قوية جدا، مباراة مثيرة أمام أعين الجميع في قمة الجولة يعني قمة الجولة ال 14 هتكون مولودية الجزائر العميد ضد وفاق سطيف في مباراة لا تقبل القسم على 2 على ملعب علي عمار بالدويرة يوم 29/12/2025 في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت الجزائر إن شاء الله. مباراة هتكون منقولة على قناة الجزائرية السادسة والشبابية وقناة الرياضية ويب وقناة الجزائرية الأولى والجزائرية الرابعة في قمة الجولة ال 14 إن شاء الله. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش بجمال لايك بعد الصلاة على سيدنا محمد. هنجيب لك كل ما يخص الرابطة المحترفة وكأس الجزائر والمنتخب الجزائري الحبيب إن شاء الله.